السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ربنا الحمد لله كتب لكم العمرة ورحتوا زرتوا المدينة ورحتوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهم حاجة مهمة جدًا لازم تعملوها هناك إن أنتم تزوروا مسجد قباء. لإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة." فطبعًا لازم تروحوا هناك. عايزة أقول لكم لو إحنا عايزين نروح هناك، في هناك زي عربيات كده بتبقى موجودة قدام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرد تقريبًا بيبقى فيها ب10 ريال. بتبقى عربيات كده مفتوحة. لو عدينا الناحية التانية هنلاقي زي ميكروباصات كده بتبقى واقفة، الفرد فيها تقريبًا بيبقى ب2 ريال، فيُفضّل طبعًا إن تركبوا الميكروباص، هيبقى أرخص ليكم. ده لو أنتم رايحين مع نفسكم، مش تبع شركة يعني وكده. ولو أنتم عايزين تجيبوا تمر، فالأسعار هناك قصاد مسجد قباء بيبقى في ناس كتير قاعدة، بيبقى الأسعار بتاعتهم كويسة جدًا. لو أنتم كمان عايزين تروحوا كل المزارات اللي موجودة في المدينة، فهتلاقوا برضه في زي عربيات كده ملاكي قصاد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تقريبًا بيبقى الفرد فيها ب100 ريال، بتوديكم كل المزارات اللي موجودة في المدينة. في برضه زي ما قُلت لكم لو عدينا الناحية التانية هنلاقي برضه نفس الميكروباصات اللي أنا قُلت لكم عليها من شوية، بيبقى الفرد فيها ب10 ريال، ده طبعًا لو أنتم رايحين مع نفسكم. عايزة أقول لكم بقى مسجد قباء ده لمّا تروحوا تصلّوا إن شاء الله وربنا يكرمكم، هناك حاجة تانية، بتحسّوا براحة نفسية كده، بهدوء. المدينة صراحة كلّها يعني مختلفة كده. ربنا يا رب يكتبها لكم ويرزق كل مشتاق، وربنا يتقبّل منكم صالح الأعمال، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.